تعال اقول لكم ليه محمد صلاح بالنسبه لي كان دايما افضل لاعب في العالم. والفتره دي بالنسبه لي هو انسان خارق، مش افضل لاعب في العالم بس، هو انسان خارق حرفيا. في الاول نصلي على الحبيب قلبنا يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، محمد صلاح امبارح اتسال بعد المباراه اللي هو تالق فيها ورجع ليفربول فيها من العدم بهدفين عن التجديد بعد المباراه. الصحفي بيساله عن التجديد، قال له والله بما اننا في نوفمبر وداخلين على ديسمبر ومحدش من النادي قدم لي عرض ان انا اقعد، فبنسبه كبيره انا خارج النادي لاني ما جددتش. فرد عليه الصحفي وقال له بس جمهور ليفربول بيحبك. قال له انا بحب جمهور ليفربول وجمهور ليفربول بيحبني، بس الموضوع لا بايدي ولا بايد جمهور ليفربول. ويرجع في الاخر يقول له ايه بقى؟ يقول له انا بنافس على الشامبيونز ليج وبنافس على البريمير ليج وبنافس على البطولات كلها مع ليفربول، وهو ده كل تركيزي دلوقتي. انما لا الموضوع لا بايدي ولا بايد الجمهور. بالنسبه لي نادي ليفربول مفيش زيه وجمهور ليفربول مفيش زيه، وجمهور ليفربول بيحبني، بس الموضوع لا بايدي ولا بايد جمهور ليفربول. شايفين الذكاء ودرجه الذكاء اللي وصل لها اللاعب ده يا جماعه؟ تصريح امتى يتقال، ازاي يتقال، فين يتوجه. في واحد يقول لك لا ما صلاح كده بيصرح ان هو خارج ليفربول، بالعكس. صلاح بيلبس اداره ليفربول، بيلبسها في حيطه حرفيا. زي ما قلت في التجديد الاخير لصلاح، قلت يا جماعه صلاح قاعد في ليفربول مش هيروح الاتحاد ولا هيروح السعوديه. بس هي الفكره كلها ان هم كلهم خايفين، هم ثلاث اطراف في الموضوع: كلوب، اداره ليفربول، محمد صلاح. مين فيهم يعلن خروج صلاح من نادي ليفربول؟ نفس القصه، هو بيحط اداره ليفربول ان انت لو مش عايزني وبما انك ما قدمتليش عرض لحد دلوقتي، انا قدام جمهور ليفربول اللي بحبه وبيحبني، انا ماليش ايد في الموضوع. انت ما قدمتليش عرض اساسا ان انا اقعد، فبالتالي مش هقعد. ذكاء خارق.